السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكة، يدخلوا عليكم الصحة والهنا ورزيق ان شاء الله باش ما تمنيتو. كل عام وانتم بخير يا ربي. جبت لكم كيكة رائعة شكلا ومذاقا، سهلة التحضير، بالقرقاع والجزر. نتمنى انكم تتبعوا معايا على فيديو حتى الاخير باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. بسم الله على بركة الله. عندي 4 ديال البيضات. غادي ندير ناخد الكاس ديال المونيليكس باش نخلط فيه كل شيء وتجيني الكيكه ديالي زوينه. صافي هنا غادي ناخد الكاس، غادي ندير فيه 4 ديال البيضات اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ من الاحسن. غادي نزيد له واحد القبيصه ديال الملحه. انا دائما كنزيد واحد القبيصه ديال الملحه سواء في الكيك او الحلويات دائما. غادي نضيف واحد الكاس مع مرش ديال السكر سنيده. المهم الحلاوه كتبقى اختياريه، دائما كندير انا كاس قل شويه، كيجي المذاق زوين. صافي غادي نضرب كل شيء في مونيليكس بالضراب الكهربائي. قبل ما ندرب هنايا عفوا درت واحد قشور ديال الحامضه محكوكه، ضربت هذاك السكر والبيض مع قشور ديال الحامض. وهنايا زدت واحد الكاس ديال الزيت حتى هو مع مرش، وواحد المعلقه ديال الخل كيف ما شفتوا. وغادي نضيف هذاك الجزر المحكوك. تقريبا انا درت واحد 3 ديال الحبات ديال الجزر محكوكين، يكونوا متوسطين. مهم على حسب الجزر اللي عندكم، الا كان الجزر كبير ديروا غير 2 حبات راهم كافيين، كان الجزر صغير ديروا 3. مهم نتوما عندكم ميزانكم. صافي هنايا كيف ما شفتوا زدت هذاك الجزر حتى هو فوق الخليط ديال البيض والسكر وقشور الحامض والزيت ومعلقه ديال الخل مع قبصه ديال الملحه كيف ما شفتوا من قبل. هنا زدت عليهم واحد ساشي ديال السكر فاني، وغادي نعاود نطرب كل شيء باش يتطحن هذاك الجزر مع باقي الخليط. صافي هنا ملي طحنت الخليط درت في واحد الاناء اللي غادي نضيف عليه باقي المكونات. كإشارة فقط، اللي يبغي المذاق ديال القرفة ممكن يدير هذاك يعوض قشور الحامض بالقرفة. انا صراحة ما كتعجبنيش في الكيك، كيجيني المذاق ديالها شوية مهم على حسب الذوق ديال كل واحد، الا تبغيوها ممكن ديروها. صافي هنايا كيف ما شفتوا من بعد ما خويت الخليط ديالي في الاناء غادي نضيف واحد الكاس ديال الكركاع مهرمش. كتجي هاد الكيكه رائعه وصحيه ما تشبعوش منها. ممكن تحضروها لكم ولوليداتكم وحتى الضيوف ديالكم، علاش لا؟ راها كتجي رائعه. صافي هنايا كيف ما شفتوا من بعد ما خلطت هذاك الكركاع مع الخليط، الحمد لله استغفر الله الرحيم. صافي هنايا درت الكاس الاول ديال الدقيق غربلته، وغادي نزيد الكاس الثاني حتى هو غادي نغربلو. ودائما العبار يكون بكاس العنبه. هنا غير باش نعطيكم زعما العبار بالضبط، ما انا راه كندير غير عيني ميزاني، كنشوف القوام ديال الكيكه ديالي العاديه صافي، وكان بلا ما كنعبر. هنايا حاولت انني نعطيكم العبار بكاس العنبه باش كلشي يستافد وتجيكم الطريقه سهله زعما. كيف ما شفتوا الخليط جاني باقي شويه جاري، زدت هنا واحد نص كاس ديال الدقيق. المهم نتوما ديروا عندكم ميزانكم وديروا الدقيق بالتدريج، حيت على حسب الحجم ديال البيض، على حسب الحجم ديال الجزر اللي درتو. داكشي علاش انا هنايا دخلتني 2 كيسان ونص ديال الدقيق، وانتوما ممكن ديروا اقل او اكثر بشويه. صافي هنايا خديت واحد 2 ديال الساشيات ديال الخميره الكيميائيه، حتى هما غادي نغربلهم مع الدقيق، وغادي نخلط كل شيء غير بالضراب اليدوي. كيف سبق لي وقلت عفوا تقطع لي الصوت، هنايا غادي نخلط غير بالضراب اليدوي حتى ينسجم الخليط. كيف ما شفتوا راه كيجي القوام شويه ثقيل، ولكن ما تخافوش منه، راه كيجي زوين هذا الكيك هذا. هنايا جبت المول اللي غادي يدخل لي الفران، دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق. انا درت هذا الشكل هذا، وانتم غادي ديروا اي مول كان عندكم ماشي مشكل.
في هذه الاثناء هذه بطبيعه الحال غادي نكونوا درنا الفران يسخن من قبل، وكل فران كل سيده والفرن ديالها سواء كان ديال الضوء او ديال الغاز كتعرفوا له يعني الضبط ديالو او درجه الحراره ديالو. انا غير كندير الفران يسخن من قبل، ملي كندخلوا الكيكه كنقص عليه مزيان، كندير الكيكه ديالي طيب الفوق والنار تحت منها صافي. كيف كطيب وكيبداو الجوانب حتى هما يتحمروا كننزلها لتحت باش النار تجي فوق منها وتزيد تحمر كيف ما شفتوا. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. وبطبيعه الحال كيف قلت الفران يكون سخون عفوا من قبل، والنار ملي ندخلوا الكيكه كنقصوا عليها مزيان باش كطيب على خاطرها وكتطلع وتجينا خفيفه وهشيشه. صافي هنايا من بعد ما خرجتها كندوب شويه ديال الشوكولات مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الحليب، تقريبا 2 معالق ديال الزيت و2 معالق ديال الحليب مع تقريبا واحد 10 او 12 المربع ديال الشوكولات العادي. كندوبوه في حمام مريم ونسقيو به هكا ديك الكيكه ديالنا. والتزيين كيبقى اختياري، انا هنايا غير عطاتكم فكره وانتم ممكن تقدموها كيف ما بغيتوا. كيف ما شفتوا غادي نحاول نغطيها مزيان بداك الصلصه ديال الشوكولات، وراه كيجي هاد الصلصه هذه كتجي لامعه بحال الكلاصاج. ممكن زعما تديروها في بزاف ديال انواع ديال لي كيك. هنايا غادي نحاول نغطي دوك الفراغات كيف ما المهم غادي غير زعما نغطيها هكا وصافي، ماشي بالضروري انها تجي زعما مكلاصيه نيشان بحال لي طارت. هنا راها غير كيكه عاديه، حاولنا اننا نزينوها بهذا الشكل هذا. والتزيين كيف قلت يبقى اختياري على حسب اللي متوفر عندكم في البيت وعلى حسب الذوق ايضا. صافي هنايا من بعد غادي ناخذ شويه ديال الكركاع مهرمش وغادي نزينها عفوا هكا من الفوق. صافي والتزيين كيف قلت يبقى اختياري وعلى حسب اللي متوفر عندكم، ماشي بالضروري تقيدوا بهذا التزيين هذا. ممكن ديروا حتى كاوكاو مهرمش او لوز ايفيلي او المهم اي حاجه كانت عندكم زينوا بها. وكتجي كيف قلت هاد الكيكه هذه لذيذه بزاف، كتجي خفيفه وشيشه وممكن تحضروها للضيوف ديالكم صراحه ما تحشمكمش. صافي عزيزاتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، كتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها حبيباتي وتعجبكم، وما تنسونيش بلي لايك الا عجبتكم الوصفه بطبيعه الحال، وتعاليقكم المحفزه والاشتراك في القناه الا كنتي اول مره غادي تشوفي قناتي. ولكم جزيل الشكر، الى اللقاء.